بيكم حبايبي في وصفة جديدة، والنهاردة وصفتنا من الوصفات اللذيذة جدا الطعمة اللي احنا دايما بنستخدمها في الفطار، ممكن في العشاء كمان مع كوباية شاي. هنعمل النهاردة مع بعض الفايش اللذيذ الطعم اللي احنا بنشتريه غالي من الأفران. هنعمله النهاردة بأقل تكلفة. بصوا، حاجة كده خرافة، جميل جدا، بيدوب ذوبان فظيع في الشاي، حلو قوي. لما في الحر كده ما بنحبش نفطر على الصبح، فنجيب كده الفايش الجميل بتاعنا ده كده مع كوباية شاي مع كوباية حليب ونفطر بيه. هنعمله بأقل مقادير، مش بيكلف خالص. كيلو دقيق زي ما انتم شايفين بيعمل كمية كبيرة جدا. عايزة اقول لكم كده ان الفايش بتاعنا ريحته خطيرة جدا بالكركم اللي احنا حاطينه، كمان المحرق. فيا ريت ما تستغنوش عنها في الفايش. يلا بقى بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه عندنا كيلو من الدقيق متعدد الاغراض ولازم يكون منخول كويس قوي. كمان عندنا معلقتين من السكر، معلقه صغيره من الملح، معلقه من الكركم، معلقه من البيكنج باودر. كمان عندنا معلقه صغيره من المحلب. المحلب بيتجاب من عند العطار، بيبقى حبيبات بالشكل ده كده. بنبدأ نطحنه في مطحنة الخلاط وبنحطه على الدقيق. كل الكلام ده بنحطه على الدقيق ونبتدي نقلب كده كويس قوي. بعد كده بننزل بالتدريج هنا بالتدريج بالمية. هنا المية اللي استخدمتها عبارة عن مج مليان بالشكل ده. هنا المية اللي استخدمناها مية تكون دافية. هننزل بالمية بالتدريج شوية بشوية. كمان عندنا نص كوباية من الزيت. الكوباية اللي هنعاير بيها المية هي اللي هنعاير بيها الزيت. نبتدي نقلب المكونات كده كويس مع بعض، وبعد كده هبتدي أعجنها بإيدي مش أقل من 5 دقايق. عشان النتيجة تطلع مظبوطة 100% لازم نعجن كويس قوي ونديها حقها في العجن زي ما انت شايفة. ممكن تعجنيها بإيدك، ممكن كمان بالعجان توفر عندك اعجني بيها. خلاص بعد ما عجنتها واتأكدت ان خلاص تمام، هنغطيها ونسيبها في حتة تكون دافية لغاية ما تختمر. بعد ما تختمر بنرجع ونشوف هنكمل ونعمل ايه مع بعض. تمام، خلاص كده حبايبي، رجعت لكم بعد نص ساعة. خلاص اختمرت وبقت بالشكل ده كده. هنشيلها من البولة ونقسمها لنصين. هنعملها زي الاسطوانة كده، وهنيجي كل نص هنحطه في الصينية. طبعا مش هتدخله الفرن الوقت خالص. بعد ما هنقسمه بالشكل ده كده ونعمل كل واحدة على هيئة اسطوانة بالشكل ده كده. شايفين العجينة قد ايه طرية وجميلة، لكن في نفس الوقت ما بتلزقش. العجينة زي ما قلت لكم، وكل واحدة هنحطها في صينية وهنسيبها علشان تختمر مرة تاني. هنا الفايش لما بنعمله بنسيبه بيختمر مرتين، مرة والعجينة بعد ما عجناها، والمرة التانية في الصينية بالشكل ده كده. تمام، بعد ما عملناهم اسطواني كده هنحطهم في الصينية ونغطيهم ونسيبهم يختمروا. وبعد ما يختمروا يعني ربع ساعة مش أكتر من كده بالشكل ده كده هنغطيهم بقى ونرجع لهم. بعد ربع ساعة خلاص أنا رجعت لهم. شايفين اختمروا قد ايه، وكل ما تسيبيهم بيختمروا أكتر. بس كده تمام أوي. في الوقت ده الفرن شغلتها على درجة حرارة 180. قعدوا بالظبط تلت ساعة في الفرن وطلعتهم وسبتهم يبردوا خالص. أهم حاجة في الخطوة دي لازم يبردوا خالص. ما ينفعش الفايش نقطعه، هيتبهدل منك ويفتول وتبقى مشكلة. لازم نسيبه يتقطع يبرد خالص، وبعد كده نبتدي نقطعه. لما نقطعه خالص بالشكل ده كده هنحطه بقى في الصينية على كل وش شوية لغاية ما يتحمص عشان يدينا نتيجة كويسة ويقرمش ويدوب في الشاي. شايفين بقى شكله بعد ما اتقطع بقى زي العسل ازاي، احسن 100 مرة من اللي احنا بنشتريه من الفرن. شايفين شكله ولا لونه ولا ريحته، بجد خطير جميل جدا. هنرصصه الوقت في الصينية زي ما قلت لكم. بعد ما نرصصه في الصينية هندخله الفرن علشان ياخد وش تحمير من كل ناحية شوية، من كل ناحية كده 5 دقايق ولا 10 دقايق على حسب الفرن عندك.